خلينا متفقين ان اهم فتره في الثانويه العامه هي الفتره دي، والفيديو ده اهم فيديو عندي على الشانل. فهكون هادي معاك كده بكل بساطه، والدنيا لذيذه خالص كده، ومع بعض نتكلم ونتناقش ببساطه. قبل اي حاجه انا عارف انك مضغوط، ولازم تهدى كده معايا ونتكلم بالراحه ونحكم عقلنا في الموضوع علشان نعرف نتكلم. سواء بقى الضغط ده من اهلك، من صحابك الشاطرين اللي عمالين بيذاكروا من اول السنه وانت قاعد ما بتعملش حاجه، واكتشفت ان المنهج اكبر مما كنت تتخيل وان المتراكم عليك كتير قوي. انا عايز اطمنك ان ده الطبيعي، فاهدى كده وروق. وكل مراحل العمر حرفيا انت عمال تراكم، كل الناس بتراكم، انا براكم في طول حياتي. الموضوع عادي، الموضوع المراكمه ده شيء عادي جدا. المهم ان احنا نلحق نفسنا وما نقعدش نتفرج على نفسنا واحنا بنضيع، فاهم؟ فاستهدى بالله كده ويلا بسم الله. اول حاجه يا عمر، انا خايف ابدا. فليه خايف تبدا؟ نفترض انك ما بداتش، ايه الاوبشن التاني ان انت ما تبداش؟ لا انا مش هبدا وابقى فاشل اكتر وافضل ااجل واعمل، لا. يعني ليه الموضوع ده؟ ابدا دلوقتي حالا وبسم الله كده، وهنبدا نخطط الايام بتاعتنا واحده واحده والله، والدنيا هتظبط معانا. نفترض ان انت خفت تبدا او انت ما بداتش اوريدي، فانت هتضيع الشهرين الباقيين، ودول اهم شهرين. لو استغلت الشهرين دول بجد وخططت وجهزت نفسك، وهتبقى احسن من اللي عمال بيذاكر بقاله 11 شهر وعمال يقطع في النص الكلام ده كله. فاللي انا طالب منك دلوقتي انك تقعد مع نفسك وتخطط صح. الشهرين دول هتعمل ايه؟ في الشهرين دول هتمشي ازاي عليهم؟ يا ترى انا الضغط ده كله انا هطلع الطاقه دي في ايه؟ هجري، هتمرن، همشي شويه، واركز بقى على الشغل اللي انا بعمله. لو هتقعد يوم كامل ان انت تقعد تخطط للشهرين الجايين، انا ما عنديش اي مشكله فيه، ما تذاكرش اي حاجه واقعد تخطط. بس هتعمل ايه؟ عشان انت تخطيطك ده، او انك تقعد مع نفسك وتصارح نفسك انا خلاص هبدا اجدد دلوقتي، في لسه في وقت ان انا هبدا وهكمل وهدوس على نفسي علشان ما ارجعش اندم بعد كده. فكل ده عادي، خد وقتك فيه وحاول تخطط. ودلوقتي كله عامل حوار المراجعات النهائيه، فكل معلومه انت بتاخدها او بتذاكرها فهي بدرجه في الامتحان. ما تستهترش باي معلومه تسمعها او اي معلومه تشوفها، وبلاش تسمع المحاضرات بس وخلاص. لا، يا فرحتي مثلا انا خلصت النهارده 5 محاضرات، بسمع كل محاضره ساعتين، عاملها اكس 2 على سرعه 2، عمال بكروت في المحاضره وخلاص. لا، ده ما مفيش اوبشن. الموضوع ده خلاص، ما بقاش في وقت للموضوع ده. دلوقتي انك تعمل ايه؟ تاخد كل محاضره او كل درس تسمعه، وليكن مثلا درس ساعتين على اليوتيوب، فانت عايز 6 ساعات على الاقل عشان تعرف تلم الساعتين دول. تسمع الدرس او الفيديو اللي على اليوتيوب للمدرس الفلاني او على المنصه الفلانيه، وبعد ما تخلص الفيديو ده هتعمل ايه؟ هتذاكر المحاضره دي او الدرس ده. هتذاكره ازاي؟ هتاخد المذاكره وتفضل تحل، تسمع لنفسك، تذاكر، تشرح لنفسك، تقعد كل شويه ان انت تكتب اسئله، تحل اسئله، تشوف كتاب الفلاني، تاخد على الدرس ده وتفضل تحل. الموضوع مش هيجي بالسهوله انا عارف، فانت لازم تتعب الشهرين دول علشان ما تجيش بعد كده تندم وتقول يا ريتني كنت عملت حاجه، يا ريتني كذا، يا ريتني كذا، تفضل بقى تجلد في نفسك. واحنا مش عايزين الاوبشن ده. احنا عايزينك تبقى شاطر وتحاول تلم المنهج في الشهرين دولت، تلم المتراكم عليك، تلم البلاوي اللي المفروض ان هي والكوارث اللي كانت بتحصل. فبعد اذنك، بعد اذنك استرجل مع نفسك واقعد كده النهارده. يعني بعد ما تسمع الفيديو ده اقعد كده لحد بالليل، صفي ذهنك خالص. دلوقتي انا المفروض اعمل ايه؟ كل اللي انا عايزه منك الفتره دي انك تحل وبس. تحفظ القوانين، المعادلات المهمه، المفاهيم اللي ما بيطلعش منها اي امتحان. هتعرف الحاجات دي ازاي؟ من كتر الحل. ومش شرط انك تحل من 50 كتاب، لا. فرحتي مثلا انت عندك 5 6 كتب خارجيين وبتحل منهم، او بتحل على المنصه الفلانيه والمنصه الفلانيه. لا، انا عايزك تهتم بالكواليتي بتاع الحل، بكواليتي المعلومه اللي ما تعرفهاش ما تشوفش الاجابات وترجع تكتبها وخلاص، لا. المعلومه اللي ما تعرفهاش ترجع للدرس وتبدا تحل فيه وتشوف المعلومه دي ليه انا ما عرفتهاش، انا ما ذاكرتش الحته دي كويس. تبدا تاخدها واحده واحده وتذاكرها تاني. الموضوع مش بيجي بالسهوله والله، بس انت قدها وقدود. فلو سمحت ادي لنفسك فرصه ان انت تنجح، او بطل جلد ذات. الموضوع سهل، المهم بس ما تحطش على نفسك ضغط اكتر من الضغط اللي المجتمع حط عليك، اللي اهلك حطوا عليك، لاصحابك اللي انت كل شويه شايفهم ان هم جامدين جدا، وكل ده انت هتتخمن بيه في الاخر. ان الموضوع مش كده، يعني مش ان انت تجاوب في الدرس فانت كده واو. لا، الموضوع ابسط من كده بكتير. لو سمحت انت قدامك فرصه ان انت تبقى شخص تاني، تبقى شخص كويس،
تبقى شخص ناجح، ان انت تحقق حلمك، تشوف اهلك عايزين ايه وتعمله لهم، بعيدا عن المجموع وبعيدا عن الثانويه العامه ان هي مش نهايه العالم زي ما هقول لك في الاخر. بس لو سمحت اعمل اللي عليك. فعايز منك الحاجات الاساسيه، سواء المعادلات زي ما قلت لك، او المسائل، او القوانين، او الحاجات اللي بتيجي في الامتحانات الكتير، عايزك تاكلها اكل كده، تصمها صم، يعني تحفظها زي اسمك. تحل كتير، حل كتير بالله عليك، حل كتير، دي اهم فتره انك تحل. يعني عايزك تحل قبل ما تذاكر حتى عشان تعرف نمط الاسئله ايه وترجع تحل عليه، او تذاكر اللي انت ما عرفتوش. فلو سمحت حل كتير، حل كتير، وما تقعدش تسمع محاضرات كده، محاضره دي لازق في المحاضره دي، لازق في المحاضره دي، لازق في المحاضره، مفيش الاوبشن ده. لو سمحت لو سمحت لو سمحت، المحاضره اللي تذاكرها اقعد فصصها، وليه ده قال كده، ولو عملنا كذا في المعادله الفلانيه ايه اللي هيحصل، ولو القانون كذا قال لي ان احنا كذا. لا، العب في الموضوع، حاول تدي فرصه لدماغك ان انت تظبط نفسك، ان انت تهدى، ان انت تحاول تكون بالراحه على نفسك كده، والدنيا لذيذه. وبالله 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 ما تفكرش في المستقبل دلوقتي، يعني مش وقته، مش وقته. كل اللي عليك انك تبص في اللي قدامك، بص في ورقتك اللي هو الوقت ده. مش هقول بقى انا هشتغل ايه، هدخل كليه ايه، طب الكليه دي فيها وظائف حاليا في السوق ولا لا، طب الوظيفه دي مرتبها كام. بطل عبث، بطل عبث وتضييع وقت، ركز في اللي قدامك. انت ايه اللي مطلوب منك دلوقتي؟ اللي مطلوب منك مذاكرتك، دروسك، انك تخش الامتحان تجاوب وتجيب مجموع حلو، او تعمل اللي عليك على الاقل. بس ما تركزش في اي حاجه تانية غير دول، ركز في اللي قدامك، بص في ورقتك، يعني ورقتك دي المهم، بص في وقتك اللي دلوقتي، ما تضيعش وقت كتير. وفي الاخر برضه انا عايز اقول لك ان تراكم المنهج والله العظيم عادي، وربنا عادي. انا لحد الان براكم حاجات عليا، اتس اوكي، الموضوع مش صعب، الموضوع بيتلم. فقدامك شهرين كاملين، يعني 60 يوم. انت متخيل يعني لو كل يوم بتلم حاجات خفيفه، بلس الحاجات اللي بتعملها كل يوم، يعني ضفت المجهود ده عليها، فصدقني والله العظيم هتجيب نتيجه. وبلاش فكره ان انا لا انا خايف ابدا دلوقتي. طب هتبدا امتى؟ مش هبدا، لا انا هبدا بكره، وبكره يجيب الشهر الجاي وتتزنق في الاخر. طب ليه نوصل للموضوع ده او نوصل نفسنا للبوينت دي؟ بالله بالله انا بتحال عليك، فاهم؟ فبالله بالله بالله تبدأ من النهارده، تخطط ليومك، تخطط لوقتك، ما بلاش تضييع وقت. تتمرن، تجري، تروح في اي حته، تتمشى لو نص ساعه في اليوم. واخيرا انت كطالب ثالثه ثانوي انت محتاج طبطبه، بجد ما بهزرش والله، بعيدا عن جلد الذات اللي انا عمال اجلدك من الصبح ده. بس والله انت محتاج تطبطب على نفسك. يعني لو الطبطبه دي ما جاتلكش من بره من اللي حواليك، طبطب انت على نفسك، خليك رؤوف بنفسك كده، والله الدنيا ما تستاهل. وبعيدا بقى عن الفيديو ده كله، عايز اقول لك وافكرك ان والله العظيم فتره الثانويه دي فتره مهمه، بس مش نهايه المطاف، مش هي اللي بيتحدد عليها مستقبلك، والله ابدا مفيش الكلام ده. بص دلوقتي الناس اللي حواليك كلها اللي معاها فلوس، هتلاقيها الناس اللي اشتغلت على نفسها وقت الكليه، مهما كانت كليتها ايه، مهما كانت دنيتها ايه، اشتغلت على نفسها وتعبت في الكليه، وتعبت بعد الكليه، وتعبت وهي شغاله. الناس دي بقى اللي بتفضل تجتهد طول عمرها، دي هي اللي بتجيب فلوس، مش اللي دخل كليه فلانيه. الثانويه مش نهايه العالم، وكل اللي عليك دلوقتي انك تجتهد وتسعى وتعمل اللي عليك وتتوكل على الله وتذاكر. تذاكر لان انت مفيش اوبشن تاني قدامك دلوقتي انك غير انك تذاكر. وهنختم الفيديو ده بقوله تعالى: وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الاوفى. فاسعى ومالكش دعوه بالنتيجه، ربنا شايف السعي بتاعك وشايف انت بتعمل ايه، وهيكافئك على ده. وبالعكس يعني مش هيكافئك على مجهودك بس، لا، هيزود من فضله وكرم ربنا، لان احنا هنفضل ندعيه الفتره الجايه كلها ان هو يوفقنا ويعدي الايام دي على خير ونجيب المجموع اللي احنا عايزينه. هيديك بفضله وكرمه اكتر من اللي انت عايزه. وفي النهايه شكرا جدا انك مدي الفرصه لنفسك انك تسمع الفيديو ده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل لايك وتكتب لنا كومنت وتبعت الفيديو ده لحد محتاج فعلا الكلام ده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.